سلام حبايبي، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم فيديو جديد، جوج وصفات ان شاء الله الرحمن الرحيم جداد. نتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم. ما تنساوش تدخلوا القناه ديالي، تابوناو وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما نطولش عليكم لا فيديو، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده مارغرين، تكونها بهذه الطريقه محكوكه من الاحسن. كاس الضرب ديال السكر، كاس الضرب ديال الزيت، كميه ديال الطحين نقولكم على حسب، 2 معالق ديال المايزينا، فاني، الملحه. ندوزو لطريقه التحضير. عندي هنايا الزبده هي الاولى، غادي نزيدو معاها السكر، وغادي نزيدو الفاني، والملحه حسب الذوق. غادي نخلطوا المكونات بهذه الطريقه، يا اما تخلطوهم بيديكم او لا بالطراب الكهربائي. انا هنايا في الاول بديت كنخلط بيدي، ولكن من بعد درت لك الطراب الكهربائي باش يسهل عليا العمل. يعني كيف كتشوفوا راني درت الطراب الكهربائي، كيف كتشوفوا بهذه الطريقه كتولي لنا كريميه. هنايا غادي نزيد، كنت زدت الزيت حتى هو. هنايا غادي نزيد مايزينا وغادي نزيدو كميه ديال الدقيق. تقريبا هنايا زدت 3 كيسان ونص ديال الطحين، الدقيق عفوا. وغادي نعجنو غير بصبعنا، ما غاديش ندلكو، غير بصبعنا نعجنو بحال هاد الطريقه هادي. من بعد ما جمعنا العجين ديالنا وطلقناها، هنايا سمحوا لي لا فيديو المقطع ديال الفيديو تقطع لي. جمعناها وطلقناها ما بين هذا ورق الطبخ او لا بلاستيك غذائي. هنايا طلقناها، هنايا جبت هذا الطابع هذا اللي فيه الجهه مشدوده وجهه فيها هذيك التقيبه من الداخل. هانتوما كيف كتشوفوا بهذه الطريقه كتخرج لنا العجين ديالنا. ما غاديش نطلقوها بزاف، غنطلقوها تكون غليظه واحد شويه، شي سنتيم بحال هكا تكون غليظه. يعني كيف كتشوفوا كيجيو بحال هذا الديكور هذا. وغادي نحطوهم في ورق الطبخ في اللاطه اللي غادي تدخل للفران. نبقاو مكملين بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا العجين ديالنا كامل. الوصفه الثانيه، المقادير ديال الوصفه الثانيه: كميه ديال اللوز مسلوق ومنقي ومقلي ومهرمش، كميه ديال الزبيب، كميه ديال الزبيب مرقده في مزهر ومقطعاها بهذه الطريقه هذه، كاس الضرب ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت د العنبه، فانيلا، خماره، بيضه كامله تكون بحراره المطبخ كيف العاده، الملح حتى هي كيف العاده. كميه ديال الطحين تنقول لكم الكميه شحال دخلات لي. وهنايا 3 المعالق كبار ديال الجنجلان يكون منقي ومحمر في الفران. بالنسبه لطريقه التحضير، عندي هنايا بيضه، غادي يزيد معها السكر سنيده والفاني، وغادي نزيد الملحه، ماشي قبصه الملح. هنايا غادي نزيدو شويه، شي نص معلقه ديال الملحه، حيت هاد الغريبه هذه كتجي شويه الملوحه مع الحلاوه، الملوحه غالبه على الحلاوه، كتجي صراحه زوينه بزاف. كنخلطوا المكونات ديالنا بهذه الطريقه هذه. هذا هو العجين، القوام ديال العجين ديالنا كيف كتشوفوا كيجي بحال هاد الطريقه. هنايا زدنا ما زهر، نسيت ما قلته لكمش، 4 كاس ديال ما زهر اللي رقدنا فيه الزبيب، وزدنا الزبيب وزدنا اللوز والجنجلان، ومورا زدنا الطحين.
وهنايا كنكورو العجين ديالنا بهذه الطريقه هذه، كنحطوه في اللاطه اللي غتدخل الفران، وغادي نكملوا بهذه الطريقه هذه ديال نعجنوا العجين ديالنا بهذه الطريقه هكا، نحطوه في اللاطه اللي كتدخل الفران، ومن بعد نتلاقاو. بقاو معايا. هنايا كيف كتشوفوا من بعد ما طبعنا الغريبه ديالنا بهذا الطابع هذا، وكل حبه فاش طبعناها بدينا كنغطسوها في الدقيق باش ما يتلصقش مع العجين ديال مع الطابع، العجين مع الطابع عفوا، باش ما يتلصقش مع بعضياتو، وندخلهم الفران يتحمروا ويطيبوا ويتحمروا، وندوزو الشكل النهائي ديال الدوازاتاي ديالنا بجوج. هذا هو الشكل النهائي ديال الدوازاتاي ديالنا. كيف كتشوفوا الحلوه ديال الكونفيتور كتجي بحال هاد الطريقه هذه. وبالنسبه للغريبه هنايا فنتها في السكر كلاصي، ممكن تخليوها بهاد الطريقه هكا حتى هي كتجي زوينه صراحه الله. شكرا على مشاهده الفيديو، مرحبا بكم والف مرحبا في القناه ديالي. هنايا غادي يطلع لكم الانستغرام ديالي اولا غادي نكتبوا لكم اولا بجوج ماشي مشكل. مرحبا بكم الف مرحبا. وغادي نبدا ندير مرحبا بكم حتى في اي طلبيه بغيتوها غادي نبدا نديرها ان شاء الله الرحمن الرحيم. وما طولش عليكم الفيديو، عواجركم مبروكه، والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.